صبح صبح يا مش افندي. صبح صبح يا استاذ سام. قول لي يا مولانا. عايز تعرف ايه؟ انا ولا انا اللي اقول لك يا مولانا؟ لا انت ممكن تقول لي يا شيخنا، نغير بقى الحلقه وتبقى مولانا مش وشيخنا سمسم. مولانا مش وشيخنا سمسم اصلا دول هيتفرموا تريقه. هنتفرم تريقه اساس. بعد اذنك يا مش افندي، انا عايز استلقي على الشيزلونج. استلقي، احنا كلنا هنستلقي اصلا الفتره اللي جايه. انا عندي حاله من اللي مفيش فايده. ما هو مفيش فايده ده على طول، واحنا بنحاول نحاربه طول النهار وننكف فيه ونقول له لا في فايده، وهو انت متاكد ان مفيش فايده بس تفضل تحاول. لا مفيش ليه فايدة. بقى؟ انا ما بقيتش عارف اتكلم مع مين، ولا انا اللي اتجننت يمكن. اصحابي الامريكان امبارح بيقولوا لي ايه رايك في اللي بيحصل في الشرق الاوسط؟ قلت له بس اللي بيحصل في الشرق الاوسط ده كتير. خليكم محددين ارجوكم. قال لك مش عارف ايران اسرائيل ما اعرفش ايه. انتوا فين؟ ما اعرفش. انتوا مين؟ احنا هم انا الممثل الثقافي والدبلوماسي لمنطقه الشرق الاوسط يعني للعالم الاسلامي، لشمال افريقيا، لمصر، حسب الكونتكست بقى. فانا انا بتكلم أيوة. بالنيابه عن هذه كل دول. ففي خناقه في الحاره، وفي في واحد بلطجي وواحد حلنجي، والاتنين جنبك يعني ايه على طول كده اهوت. فالبلطجي ابتدى يخبط في الحلنجي، والحلنجي طبعا مش هيسكت، بيخبط في البلطجي. وبعد كده الناس بقى اللي جايين من محافظة كولورادو دول بيقولوا لي انت مع مين؟ يعني ايه مع مين؟ مش ده واحد بلطجي وواحد حلنجي، انا هعمل ايه وبعد كده مالي. وبعد كده تتفرج على الخريطة وتشوف القوى الخارجية والداخلية اللي مسيطرة على الحارة. فهي الحارة أصلا خرابة، بس هم عمالين بيحطوا لها قشرة ذهب من بره، بس هي بيلموا. ايوه جوه مسوسة بزراميط. وبعد كده مسكين الحارة شوية معرضين. أنا فقدت الأمل. احنا وحشين بالسليقة. طب ما نشيل السليقة يمكن يبقى كويسين بعد كده اهوت. لا تستأصل ولا تستحدث من عدم. دي زي نيوتن كده اهوت لا تستأصل، لأن دي في الطبيعة البشرية. هو احنا وحشين، احنا طماعين، احنا كدابين، احنا متضايقين من بعض، مش طايقين بعض، مع ان المفروض نبقى ألطف من كده بكتير. بس انا برضو الناس بتقول لي انت برضو يوتوبي قوي وحالم كده ويعني اللي ما معناه يعني بالشياكه بيقولوا لي انت اهبل. يعني مفيش حاجه في كده على مر التاريخ يعني. ايوه ان الناس كلها تحب بعض انت اهبل. يعني خلينا مفيش نبقى حاجه اسمها كويسين. الناس ايه تحب العبط بعض ده؟ وتحترم بعض. متاع الياض. معناها سهله جدا. هي سهله جدا. لا ازاي؟ لا مش يعني سهله هو خالص. انت لو لا سهلة. هي أول لما الناس ابتدت تعيش في تجمعات، هو بيطلع فيهم واحد. هي كل مجموعة قاعدة رجالة وستات وأطفال وبتاع، وكلهم راضيين ببعض، وحتى لو بيلفوا على بعض وبيدوروا على بعض هم موافقين ومرضيين عشان يتكاثروا ويتعاملوا. يجي بقى واحد قاعد في حتة هنا والتاني قاعد في التانية، ده عنده زرع كتير وده عنده مية كتير. فواحد بقى جزمة من هنا أو من هنا قالك طب ما نروح بقى نهبط عليهم، احنا اكتر شوية اصلا، فنروح نهبط عليهم فيبقى عندنا زرع كتير ومية كتير، بدل ما احنا عندنا مية كتير بس وبنروح بقى نطلب منهم نديهم مية فيدونا زرع ونديهم مش عارف ايه. طب ليه؟ ما انت كنت قاعد كويس، هو انت ما انت مرضي ليه؟ هو واحد بيطلع بفكرة شيطانية ويروح ضاحك بيها على مجاميع وخلاص. بتفكرني رئيس مجلس إدارة في شركة من الشركات، فالراجل في اجتماع مع الفريق التنفيذي بتاعه. انا دخلت غلط اصلا، يعني هما انت كنت رايح الحمام كده قالوا لي تعال اقعد، فروحت قعدت.
اوكي. ما كانش مكاني، يعني التجربة دي ما كانتش بتاعتي خالص، وانا ما اعرفش انا ازاي نجحت ان انا اضحك عليهم لمدة 15 سنة. الراجل بقى ايه ايه بيدينا الزبد، يفهمنا احنا ايه بقى، احنا بنعمل ايه هنا اهوت، احنا شغلتنا ايه الهدف بتاعنا، غيزون اتر بتاعنا، ايه اللي حصل؟ آه، ايه سبب وجودنا. اه، هو ده ايه الغرض من الاجتماع اساسا؟ هو ده الغرض من الاجتماع، سبب الغرض وجودكم كشركة ولا كديبارتمنت ولا كايه بالظبط؟ كشركة، لا كشركة، كشركة اساسا. موتيفيشنال سبيتش. اه، فهو يعني ايه، تحفيزية، تحفيزية. خطبة تحفيزية من رئيس ايوه، مجلس الإدارة، اللي هو كان أصلا عشان سكران يسخن جامد الشباب كده من اليوم اللي قبليه ومش مركز وهو بيتكلم كده يعني، ومش عارف اساسا. يقف على بعضه. كان جميل قوي الراجل ده. فبيقول لنا ايه، بصوا يا جماعه، احنا شغلانتنا ان احنا نفتح بيوت ونأكل عيلات. قلت والله كلام، ده حاجة سامية جدا، ده غرض سامي كلام جدا. موزون جدا وكلام جميل جدا. مم. اه. هنروح ناخد الاكل من على ترابيزات الناس التانية ونحطها عندنا. يخرب بيتك. يخرب بيتك ايه يا ابني. ايوه ايوه، ما هو هي ده، هو واحد بيطلع بفكرة شيطانية زي وش امه، ايوه ايوه، ويروح بايعها على شوية ناس محدودة الفكر كده وإعمال العقل، محدودة في ومحدودة إعمال عقلها. المشاعر والاخلاق و والانسانيه. آه 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 ويروحوا متكلين على الله. بس هو ابتدى بس البدايه، وتطلع بقى. يعني انا حسيت البدايه محفزه جدا. ايوه فعلا، انا ما انا ما انا هو انا لازم، انا طلعان دين ابويا ولازم معاكوا يبيع ليه لك. اصلا؟ ما هو انا عشان آه عشان كده الواحد يروح يجيب له بطيخايه، مش عارف، ممكن فرخه، كيلو لحمه، أيوه يوم الخميس نص كيلو جمبري او ربع، يعني اللي هو أيوه اللي عارف تقدر عليه. بس طلع في الاخر ان هو لا، هو الراجل بيقول لك لا، احنا نروح ناخد الاكل من على ترابيزه من الناس عند في البيوت التانيين التانيين عشان ونأكل بيه نحطها. عائلاتنا عندنا، ونأكل عائلة. يا سلام، شفت؟ طب ما ليه يا تجتهد انت راجل؟ حبيبي فاللي انت بتقوله ده يعني ايه، ان ده التفكير التوحشي ده بقى جزء من الاكسبتبل ناريتيف. ترجم. acceptable narrative، الرواية المقبولة. ايوه، الحكايه اللي احنا بنحكيها لنفسنا، فدلوقتي بقى خلاص يعني بقى جزء من الحكايه انك انت تحط على الناس التانية، وانك انت تاخد من عندهم عشان تحط عندك، وده بقى شيء طبيعي. خلاص بقى، فلما ده الشيء المقبول الطبيعي. فلما الراجل بيبص لي امبارح وبيقول لي طب انت ايه بقى رأيك في موضوع البلطجي والحلنجي، ما انا مش عارف يا ابن الناس، انا مش عارف، ما هو يعني انا خلاص انا متلخبط، ما بقيتش عارف حاجة. بس هي نفس التركيبة ونفس الفكر من زمان، من قبل ما احنا نبقى موجودين. هي كده، هو حد بفكر شيطاني بينتهز فرصة، ودايما بيبقى انتهازي لانه هي فرصة، ويخش وبس وتضرب معاه ويكمل. وهو ذكائه كله موجه لضرر الآخرين والمجاميع الأخرى اللي غيره. ما عندناش احنا مش بطلنا. هو الطبيعة البشرية ما فيهاش فكرة الكوميونتي ويلفير، اللي هو ان احنا يبقى كل حاجة كويسة لكل اللي حوالينا. ما هو انا ممكن اكسب كتير، بس مش لازم اكسب كتير قوي لدرجة ان انا يبقى معايا فلوس انا مش عارف اعمل بيها ايه، ومش هخلصها ولا انا ولا عيالي ولا احفادي. يعني اديك مثلا بسيط اتفضل. على مثل واحد لواحد طبق الفكرة اللي أنا بقولها دي. هي شركة واحدة مش فاكر اسمها إيه، واحد سي او بتاع شركة كبيرة، كانت طالعة برضو من كام سنة كده وضربت جامد وكسبوا وبقوا حاجة من الحاجات اللي بتجيب مليارات كل سنة. هو قرر إن هو مش هياخد مرتب منها غير مثلا 300 ألف دولار في السنة، وده كتير، ده كويس يعني. وكل أرباح الشركة بتتقسم على كل الموظفين بالتساوي، من أدخن تخين لأقل سواق وجانيتور وعامل نظافة. الشركة كلها محدش مشي منها،
واللي بيجي بياخد معاها، ما هي بقى ارباحها بتزيد، فبينفع يبقى في تعيينات زياده والشركه تكبر وياخدوا شيرز وبيعرفوا الكميه قد ايه وتتقسم على الكل، وكله مبسوط وكله معاه فلوس وكله حوش وكله عايش كويس وكله بيعمل اللي هو نفسه فيه. بس هو في عندك كام مثلا مليون شركه في العالم، هي شركه اللي طبقت المنظومه دي ونجحت. لا إيه، على الاقل في يبقى 3 4 شركات عملوا الموضوع ده. طيب 3 4 شركات في مليون، مش هتعرف تطلع البرسنتج تريش على الناس بتاعها. بقى، هيبقى تريش على الناس بقى يا اصفار شرفان. كتير. ايوه دي في علم علم الاحصاء، دي بتبقى اسمها نسبة يتم تجاهلها، اه بالظبط كده. لان دي مش دي ده يعني كويس جدا. دي احنا احصى شايفين، احنا عليهم. عارفين النسبة دي موجودة، بس اه النسبة دي بس ما يعني نتجمش، صغيرة خالص، فانت مش مو... تعتبر ان هي اه مش موجودة. احنا نحاول ناخد غرز بين المصايب بقى والصواريخ والفرقعات والتغييرات الرهيبة اللي بتحصل في كل حتة. انت تحاول بقى ايه تهرب منها، من هنا على هنا، من هنا على هنا، تقعد هنا شوية تقعد هنا شوية وتمشي حالك، لأن لا رأيك هيفرق ولا رأيي هيفرق ولا الناس هتتغير ولا الطبيعة البشرية اللي هي اللي فيها القسوة الرهيبة دي هتتغير، لأن هي من قديم الأزل وإحنا كده. لا يا مش فاهم، انا ده عايز رأيي. حلول. ايه لا ما فيش حلول. ايه لا تشوف النظرة حد غيري. التشاؤمية ده ارجوك. يبقى بودكاست مع حد تاني بقى. انا ما عنديش، انا في النقطه دي ما عنديش حلول. طب مفيش هسألك حلول، سؤال. مفيش حلول، لان انت لا تمتلك القرار. لحظة، طب هسألك سؤال. في الموقف اللي حاصل في الحارة بتاعتنا دلوقتي، والحلنجي والبلطجي بيتخانقوا، انت ولازم تاخد صف واحد فيهم، تاخد صف مين؟ انا مش هاخد صف ولا واحد فيهم، لان انا لا انت ما اقدرش اخد ملزم صف انك واحد انت، فيهم. يعني انا كده حاطط لك مسدس، خد صف. ما هي المشكله الحلنجي، لان انا ما بحبش البلطجه. انا كمان ما هو انا بفكري اللي هو بتاع ان احنا ليه يا جماعه، ما احنا نعيش نحب بعض، نعيش في هدوء كده مع بعض كلنا ونمشي الحال، وكله هيكسب وكله هياكل ويشرب، وفي منهم بيبقوا راضيين بشويه وفي راضيين بشويه اكتر ياخدوهم وخلاص. بس ما نبقاش 10 بياخدوا كل حاجه ومليون ما بياخدوش حاجه خالص. فانا للاسف لو هاخد حد صف حد هاخد الحلنجي، مع ان انا ضد الحلنجي دي لو الظروف عاديه. ما هو الحلنجي ده مخه ضارب برضه، ما هو ده الحلنجي ده مش طبيعي. بس للاسف البلطجي دفعك انك تبقى قلبا وقالبا مع الحلنجي، امم عشان انت دايما عايز تتخلص من البلطجي، لان فكره البلطجه دي فكره في منتهى السخافه. ما جدا. ينفعش تبقى انت قاعد في حالك كده، انت تبقى قاعد في حالك بس لا انا مش لاقي حاجه اعملها، لان انا اصلا بلطجي، فانا عايز اخد كل حاجه، انا عايز اخد كل حاجه عند كل الناس التانية. ليه؟ عشان 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 بلطجي. انا دماغي بايظه. اه عشان انا بلطجي ودماغي بايظه، دماغي بايظه، واخد جمله كده هبله وزاعق بيها وضحك بيها على كل الناس، على الناس اللي معايا والناس اللي بشغلهم معايا بلطجيه، ان احنا احسن حاجه. بس للاسف في الاخر البلطجي بيكسب. لغاية ما يعجز. اما نشوف بقى، ما هو بيجي غيره، بلطجي غيره لا بس هو او فعلا بلطجي من نوع اخر. البلطجي ده انت يعني يا اما تخلص عليه يا اما تستنى بقى لما يبتدي يكبر ويخطر. بس كده، ما هي كده، عشان كده هتلاقي ناس كتير واخده صف الحلنجي، لان هم مستبشرين خير انه هتبقى مصيبه سودة على الكل وعلى المنطقه، بس يمكن يا اخي يتجرأ ويتجنن ويقضي على البلطجي ونخلص اه وتفرقع الحارة دي وتتنسف وتنتهي ومحدش يعيش فيها، عشان هي غير صالحة لا ده ولا ده، ولا اللي متبلطج عليه ولا البلطجي ولا الفهلاوي ولا اللهبل اللي قاعد جنبه ولا هي خلاص، هي الارض دي بور. الحارة دي بور خلاص، باظت يا جماعة، مش بتاعت حد اه خلاص، هي هي لا الحارة تصلح. دي ما بين الأقرع وما بين اللي رقبته وجعاه وما بين البلطجي وما بين الحلنجي.
معاها ربنا والله الحاره دي يا قلبي لا الحالة دي. تحزن. والله. يا قلبي لا تحزن. هات لي كوفيرتا وسيبني انت بقى وانا هكمل. انا اغطيك، ايوه دلوقتي غطيني احط لك مخدة تحت راسك ارجوك عشان انا واسيبك مش تنام. اه على امل ايه بقى؟ تنام بقى، احلم بحاجات جميله كده لطيفه، يعني دايما تغمض عينيك كده وتحلم بحاجه لطيفه، بحر، غابات لطيفه، شلال، مش عارف ايه، حاجات من اللي هي الهبله التافهه دي اللي تخلينا ايه، نعرف نغمض عينينا وننام الست 7 ساعات بتوعنا اللي هنصحى نتسحل فيهم وراهم، ولا هنضرب بلطجي ولا حارة ولا بطيخ، لأن احنا عندنا حاجات نجري وراها لحد ما تيجي بومبا تفرقعنا، متنا يا ما جاتش البومبا نجدنا، هنكمل لا تمام كده، ونستمر. تمام كده. اه بس انت بتقول لي فغطي احلم راسك احلام بقى سعيده لغايه ما تيجي بومبا تفرقعنا. الله ما يخرب هو بيتك كان يا اخي، ده انت يعني ما... إيه؟ لا انا مش هقعد على الشезлونج بتاعك ده تاني. ايه يا عم في إيه؟ وصبح صبح يا صباح برنس. الفل يا معلم.